ما بين أكل الزجاج والجمر وتحطيم الحجارة باستخدام الرأس، فضلاً عن جر العربات الثقيلة باستخدام أسنانه. برزت موهبة فهد سيد محمد ليجذب كل من يحب المواهب الغريبة، فموهبة فهد حطم من خلالها عدة أرقام قياسية سجلت رسمياً في موسوعة جينيس الشهيرة. والله تقدر تقول مو موهبة، تقدر تقول إنها شغلة مميزة. طبعا الوحيد الحمد لله بالكويت موجود فيها. باقي العالم طبعا في 2 3 في كل دولة من العالم، بس بالكويت للأسف احنا عندنا بس أنا الوحيد اللي الله منعم علي بالنعمة هذه. والله أنا قاعد أحضر الحين حق تحطيم رقم جينيس برقم خيالي. هم حاطينه سحب بالأسنان 13 طن بس. أنا إن شاء الله بإذن الله بشهر 6 الجاي على أيام العيد الأضحى إن شاء الله بإذن واحد أحد قاعد أحضر لها، وننطر الدعم من الأشخاص ومن الشركات ومن المسؤولين عشان يوقفون وياي الوقفة هذه الصح. كل الإنجازات اللي سويتها قبل بدون أي تدريب، صحيح معي فريقي ومساعديني وياي وكل شيء، بس ما نهائيا ما تدربت نهائيا من سنين، يعني يمكن فوق ال20 سنة عمري ما مسكت حديدة. حاليا عندي كابتن طارق هو اللي مساعدني بالتمرين، وسميته طبعا ال100 يوم، يعني ب100 يوم اطلع منها بطل ايا كان جسمه، كان هذا يطلع بطل، يطلع بطل بال100 يوم. الشعب الكويتي اللي يعرفني عدل طبعا، واتمنى الكل يعرف، لاني انا ما ابي اكون يعني اسطوره، اللي يسمونها اسطوره خلاص مات وانتهى. انا ما ابي على قولتهم الناس تعرفني بعد ما اموت يقولون اي والله كان عندنا واحد عنده قوه خارقه. لا يا يبا، انا حياتي كلها الطبيعيه الخاصه اليوميه كلها بالانستغرام بشمشون الكويت. في امور مهمه جدا بالنسبه لبعض التمارين اللي بيعملها بخصوص تكسير الصخره على راسه او على ظهره او على معدته. عنده قوه خارقه، محتاج دعم كبير جدا. على قد ما قدرنا ساعدناه في اداره النادي هنا، انه يكون ابواب النادي مفتوحه ليه في كل وقت، انه يتمرن. دي اقل حاجه بخصوص موهبه زي موهبه شمشون الكويت. وان شاء الله نقدر نلاقي ناس تهتم بالمواهب اللي زي فهد كقوة خارقة، وعنده إن شاء الله شهر 6 سحب طيارة بأسنانه، وإن شاء الله يرفع رأس واسم الكويت دائما عاليا. شمشون الكويت ينضم لقائمة المواهب الكويتية الباحثة عن الدعم لمواصلة الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية. عبد الله علوان لبرنامج ملاعب.